ابو حسين، ابو عباس العلم، ابو نجم الورد. هذا حلالنا كله قدامك. اي كله قدامك، والبر كله سطع قدامك ابو حسين. شنو رايك بالحلال ابو حسين؟ يعني بدون مجامله وبدون شو اسمه، ما احب اجامل. عافيه. يعني اللي دا يشوفك، وهاي بأسوأ حالاتهن. يعني ذني من المطره لي هسه الالوان كلها خربت عندي وقام يتولكن هاي كليتها هسه على هاي الحطيه. انت اللي دا تشوفه شنو؟ والله عاشتينه رحم الله. راقي وعاشت قداش ما تحتاج والوان جيده. الله يبارك فيك. رحم الله والديك، رحم الله والديك، رحم الله والديك، الله يحفظك. ان هم حلالك، ان كلهم قدامك والله العظيم. احنا يعني بصراحه انا بالنسبه لي يعني اللي ولا يهونون اخوتي اللي يشوفون الفيديو اللي شو اسمه، يعني اللي يصعد يمي هذا اعتبره اكثر من اخ، لان ما اراوي حمامي يعني لاي احد، بس اللي يصعد يمي يعني هذا اكثر من اخويا هذا. وابو حسين يعني غانم حيل حيل اعزه. هذا الرجال يعني ما اوصف لكم طيبته والله العظيم. اي والله، بس الله يخلصنا من حيدر مكي. مشكلة بيروح لبنان ويروح عمي اشتري. صدق بلي نشتري، نطي زوجة سود ونخلص باللعابي، بس خلي يعوفك. الله يحفظكم اخوتي، اثنيناتكم اخوتي والله العظيم. ذني طبق جديد طبعا ومرد الراويين، بس يعني ان شاء الله تستاهلون، كلكم تستاهلون، كلكم تستاهلون ان شاء الله. هذا راح نطلع لكم عن قريب الجديد. والله تاركين الحمام يعني بصراحة ما مهتم بيهم. آية السماء والطارق اللي بأكل ومي وهاي. اخوان بالنسبة للخبط اللي انا انطيه، باعوا الخبطة مالتي، ذرة دخن ما بيها، حباية دخن ما بيه. اكثر شيء اخلي قرطم. القرطم اخوان ما اوصف لكم الفوائد البي. طبعا الانترنت واكتب القرطم واسمع الفوائد البي. هذا القرطم شنو؟ قرطم، هرطمان، ماش، اذرة بيضة يعني. واذا نريد نضيف بعد عدس هذا الخشن هماتين، هذا كل الزين. اذا ردنا نضيف اذرة سوداء، هاي خبطتي اللي انطيها للزاق. اما باقي المطيار انطي حنطة وقرطم واذرة حمراء. اذن 3 مواد اخوان بالنسبة للمطيار. دخن، انا صار لي 10 سنين، اكثر من 10 سنين اصيح واوذن على موضوع الدخن. يعني الدخن فاول كبير، وهاي المآسي كلها من وراء الدخن. ما اريد اقطع رزق احد، بس انا دا احكي كمعلومة للجناية تستفاد من عندها. الدخن اخوان بيه غلاف، هذا الغلاف يعني يحمي البذراية من الهضم، من اي تأثيرات جانبية. فالطب بداخل الطير ما تنهضم، يظل يحصر المعدة تهضم وترجع لي ورا، فما ينهضم الى ان يتكون يسوي دود، يسوي التهابات، يسوي مشاكل بالمعدة. فما يعني، واذا يعني تريدون تأييد الكلامي باوعوا الاكل مال الزواج.
شوفوا بيدخن الاكل مال الزواج. زين اخوان، والله يحفظكم ويحفظ حلالكم وبخدمتكم. تحياتي للجميع.